أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أوصي نفسي والمسلمين أجمعين من البعد من هذه الأمراض المنتشرين في مجتمع المسلمين، وهؤلاء الأمراض أراهم ما يخلوا عند حد حسنة، وربما ما أغفر له مولانا لعل يطرحوه في النار. هذه الأمراض منهم الغيبة أعوذ بالله، وراكم سمعتوا الوعيد اللي جاي في القرآن: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. الغيبة راهي مثيلتها لا كيف رقاش قبض خوه والله اختو ميت بين يديه وقبض سكين دافرة وتم يقطع من لحمه ويوكل. هذا ما يقدر يعدلها مسلم مولانا، ويلطنا نعرفوا عن هذه هي مثيلة الغيبة باش كل حد يحذرها. وراه ياسر ما يعرف الغيبة. الغيبة هي ذكر أخاك المسلم بما يكره. امرأة تشد أخبار مرة ثانية مسلمة، والله الراجل يشد أخبار خوه المسلم بشي من العيب يعملوا فيه، ذاك اللي فيه هو الغيبة. من تذكر ذاك اللي فيه راه هو الغيبة. خالق اللي يقول لك ايوا شوف والله ما قلت يكون شي فيه، ذاك اللي فيه هو الغيبة، هو الغيبة بعينها. وراه أعوذ بالله يقد شي من الناس في ذا الصوم يعود صايم عن الحلال، صايم عن الخبز والتمر وعن العصير، وهو يوكل الحمى خوته المخنز. هذا خير له يعود قبيل كان يوكل الطيبات من الرزق، ما يعود كان يوكل الحرام، يبقى يتلحمس. أعوذ بالله لا خير فيه، قاع مازال حي، وليلا مات نسأل الله السلامة والعافية، ما تاب من ذا الشر وخطير عليه. يا لطنا نتوصاو بعضنا البعض عنا، نتركوا عنا الغيبة ونتوبوا لمولانا منها. وخالق قول يقول أنا تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق. وجاء في حديث ماني أثر ذلك على صحته ولكني مشهور، يقولوا عن العلايات اللي كانوا صايمات ويأكلوا الغيبة. منين الشكاوى اللي يومرهم على الرسول قالوا جيبهم لي منين تقيا، وكلهم تقيات جيرة من اللحم والدم. قال لهم صمتم عن الحلال وتأكلوا لحوم الناس. هذا أمر خطير. ويالت المسلمين إلا أبغوا رسهم، إلا أبغوا يحافظوا على شيء من الحسنات إلى جمعوه ما يعطوه أعوذ بالله في الغيبة. راي الغيبة شيء خطير، راي ما تخلي حسنات عند حد ولا يشك حد عنها. المعيوبات اللي في الإنسان والله راهم هم الغيبة. ذكر أخاك بما يكره، أي حاجة في الإنسان وتذكرها ما تقدر تذكرها قدامه، راهو هذا خطر. وحد وقع فيه يعجل بالتوبة والاستغفار. ويقولوا العلم عنه يرتو يقول اللهم اغفر لي ولمن آذيته بلساني. وإلا قد يقيسوا يقوم دافع شعوره ويقولها له، يقول له اسمح لي راني اغتبتك، أفضل له. وإلا ما قد يتم منين يحجل له هذا الظلم اللي عدل له ذا الغيبة اللي اغتابوا بها، يكثر له من الاستغفار، يقول اللهم اغفر لي ولمن آذيته بلساني. كذلك النميمة، أراكم عارفين كم الفتن وكم الويلات في مجتمعات المسلمين سببها البهتان. البهتان قال لك اللي عدل السحار في عام، السحار عارفين وعارفين خطورته وعارفين انه مجرم وعارفين عنه لا يستتاب وعنده ولا القتل. هذا المجرم أراه ذا المجرم الثاني يشد منه فتن على المجتمع. النمام، هذا النمام اللي يرفد الخبر
من بين الصاحب وصاحبه، والله من بين الجوز وجوزته، والله من بين الخدام وذا اللي يخدم عنده، والله من بين المسلمين قاع بأي حالة. هذا الإنسان اللي يرفض الخبر السيء ياكي شر الناس. قالوا عنه اللي عدل السحار في عام من الشر ومن الفتن يعدلوا النمام في كلمتين، جابي من شرجم والتاء، والله جابي من شرجم دار. نقول لها كذا، قلت راهي قالت فيك كذا، هذا راه النميمة، والنميمة راهي شر وضر. كذلك البهتان ملي أراكم عرفتوا البهتان أنه ملي الشر من الغيبة. والبهتان شنو هو؟ أن تقول في الإنسان من الشر ما ليس فيه، تقول فيه شيء من الشر وتشينه عند الناس يكتكره. هذا ملي راهو حاله شين وإثم ويالط الناس اللي تواصى. وقال لك عنك لا قعدت مع الناس وقاموا ياكلوا الغيبة ونهيتهم ما سكتوا. إذا تميت قاعد معهم رانا كيفتهم يعملك ما تكلم. ويالط حد قعد مع أهل الغيبة ولا بغوا يسكتوا نهاهم ما سكتوا، يقوم قام ماشي عنهم، يبتعد عن الضرر، يبتعد عن الضرر، ما يلطوا يحضر له. ونسأل الله تبارك وتعالى أراهم اللي هذا الأشياء حد ما تاب منها راهو يشتد عليه العذاب في القبر ويشتد عليه الحساب. اللي راهو لا يخلص ذوك الناس، راهو لا يوقف مع ذوك الناس اللي كان يخطبهم وكان ينمم فيهم من بين يدين مولانا وخلصهم بحسناته. ولما عاد عنده حسنات يرفد سيئاتهم ينطرحوا عليه، وربما توفى حسناته وهو ينطرح في النار. الله يجيرنا ويجيركم من النار. ذكرني الأخ بالحديث جزاه الله خير. القبور اللي يخضع عليهم الرسول وحليها الله تبارك وتعالى عنهم هؤلاء الناس يعذبوا الاثنين. وقال وجاء في معنى الحديث عن واحد منهم كان لا يستبرع من البول، والثاني كان يمشي بالنميمة. هذا عذبوا في القبر وشوف شنو يعدل بهم مولانا من اللي لا مرقوا من القبور. ونطلبوا الله تبارك وتعالى يغفر لنا والوالدين والمسلمين اجمعين. والمغفره راهي ما يتم حد الا يقول اللهم يغفر لي. الانسان اللي يبغى مولانا يغفر له يتوب توبه صادقه ويبتعد عن هذه المسائل اللي لا تطرحه في النار سابق ما نطرح فيها. ومولانا راهو ما يظلم، والنار راهي ما تجينا الا احنا اللي ندفع الرصف فيها. ونطلبوا الله ان شاء الله يجيرنا من، نطلب الله العلي القدير عنه يجيرنا من النار ويجير منها المسلمين والمسلمات ويجيرنا من السباب اللي تجر لها. راهي هذه الاعمال هي اللي تجر لها. راهي عبادة الشيطان هي مخالفة الرحمن، ويتم الإنسان يخرص ياك ما هو خالف شرع الله راهو خدام مع الشيطان. والأيام راهم قلائل لابد الإنسان يتم يشوف سوايعه فاش تضيع. كانوا في طاعة الله ويحمد مولانا، والله في طاعة الشيطان راهو لا يندم. منين يقول له الشيطان كما جاء في القرآن ولا تلوموني ولوموا أنفسكم، ذيك الساعة راهو لا يندم الندم الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بنا والمسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا والمسلمين ما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للتوبة إن شاء الله من الغيبة والنميمة والبهتان، لأن هذو أمراض فتاكة ما تخلي حسنات عند حد. والله يرزقنا إن شاء الله التوفيق والتوبة سابق فوت الفوات. شروط التوبة من اللي يرقاش قال أنا ليه نتوب، راهم لابد من 3 شروط. الأول يترك ذا اللي تاب منه مات لا يعود له أبدا. والثانية يندم على اللي فات من حياته كان واقع في ذاك الشيء. والثالثة يدير في نيته أنه إن شاء الله ذي الجرائم مات لي يرجع له لين يموت إن شاء الله، ورب قاع ما تعود الموت قريب ويتهنى من الفتن. ونسأل الله أن يختم لنا والمسلمين بالسعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذكرت شرط من شروط التوبة، يقولوا وهذا وعر عن الإنسان يرد المظالم، يرد الحقوق للناس والمظالم اللي كانت عنده. ومنين ما تيسر لهذا الإنسان يكثر من الأعمال الصالحة باش يعودوا عنده حسنات يخلص خصمانهم، ولا بده يوقف معهم بين يدين مولانا. لأنه الذنب ذنبان، الذنوب نوعين، نوع بينك وبين مولانا هذا تبكي على مولانا وتطيح بين يديه واطلبه يغفر لك، والذنب اللي بينك مع أخوك المسلم يالتك لا تتخلص منه، يالتك تقيسه وتخلصه وتطلب منه المسامحة. والله يسامحنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون